أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب الجدل من جديد، وذلك بعد انتشار شائعات بوقوع خلاف كبير بينهما. وكان الخلاف قد جرى بينهما في الفندق الذي يقيمان فيه بلبنان. وتقول شائعات أن الخلاف وصل بالفنان حسام حبيب للاعتداء بالضرب على زوجته، فيما استدعى تدخل أمن الفندق لفض الشجار بينهما. الخلاف كان قد جرى بين الثنائي بعد أن قضيا سهرة غنائية مع الفنان اللبناني فضل شاكر. حسام حبيب من جانبه حاول أن ينفي الشائعات على طريقته الخاصة، وعلق على أنباء الشجار الذي جرى بينهما وقال: نحن زي الفل، خليهم يموتوا بغيظهم. وكان سبب زيارة شيرين المفاجئة للبنان هو دعوة خاصة من المنتج اللبناني يوسف حرب. وقبلها بأيام ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تقضي إجازتها في لبنان في ملهى ليلي رفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها هنا. وظهرت الفنانة بوزن زائد وهي ترقص بطريقة غريبة تدل على عدم اتزانها. وخلال الفيديو قامت الفنانة بحضن زوجها وتقبيله. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا له لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.